السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم أصدقائي في هذه النشرة الجوية الجديدة من خلالها نتعرف على توقعات الأحوال الجوية بالنسبة لمناطق البلاد ديالنا اليوم الاثنين وتوقعات الأيام القادمة. ندعوكم أصدقائي بالضغط على زر الإعجاب والتعليق بتم لتصل هذه النشرة لعدد أكبر من المشاهدين، وأكون شاكرا لكم أصدقائي. إذا كتل من الضباب والسحب منخفضة تصبح جهة السيدية وبركان ناظور، أجواء صافية على المناطق الشمالية، وسحب جهة المضيق وجهة شرافات وجهة تطوان لكن بدون فعالية. أجواء صافية على باقي المناطق الأخرى بعد السحب العليا بجهة سوس، وأجواء تقريب صافية على جل المناطق. إذا في فترة الظهيرة تصفو الأجواء على جل المناطق باستثناء بعض السحب العليا والمتوسطة على الأطلس الصغير والكبير، بالنسبة احتمال تشكل سحب رعدية فتقريبا شبه منعدمة أو غائبة خلال يوم الاثنين إن شاء الله، لتبقى الأجواء مستقرة تماما. إذا بالنسبة ليوم الثلاثاء تتواصل الأجواء المستقرة بدون جديد، وذكر الأربعاء كذلك أجواء حارة ومستقرة، ثم يوم الخميس أجواء كذلك مستقرة وحارة. يوم الجمعة قد تعود بعض التكونات الرعدية للأطلس الكبير والصغير وبعض المناطق ابتداء من يوم الجمعة، وتتواصل خلال يوم السبت بعض التكونات على الأطلسي الكبير والمتوسط. بالنسبة ليوم الأحد دائما هذه التكونات حاضرة، ربما تزداد فعاليتها خلال يوم الأحد إن شاء الله على مجموعة من المناطق مرتفعات الريف والأطلسين الكبير والمتوسط ومجموعة من المناطق المجاورة. هذه الأجواء الغير مستقرة بالمرتفعات تستمر ربما يوم الاثنين، كذلك بعض التكونات المهمة بالأطلس الكبير والمتوسط مرتفعات الريف بشمال البلاد. في مطلع الأسبوع القادم سنتطرق لتفاصيل إن شاء الله في نشراتنا القادمة. إذا بالنسبة لدرجات الحرارة فالأجواء حارة خلال هذا الأسبوع، وتتواصل درجات الحرارة المرتفعة على العديد من المناطق خلال يوم الاثنين. إذا بالنسبة للجهة الشمالية الشرقية جهة وجدة 33، ناظور 29، الحسيمة 28، توريد 36 درجة، بجهة بركان 30، ساكا 34، أكنول 33، 36 تازة، بتونات 41، الساكن 31، شفشاون 35، بطرجة 31، أصيل 34، العرائش 35، لالا ميمونة 41، وزان 43، قرية بوعم 43، سيدي سليمان 45، سيدي هلال تازي 40، خميسة 42، كناس وفاس 41 درجة، الرماني 42، الرباط 34 درجة، الدار البيضاء 33، جديدة 31، بن سليمان 40، برشيد وسطات 43، ولاد فجر 44، الكارة 43، الرماني 42، إفران 33، سكورة مداز 34، والماس 38، خنيفرة وزاوية الشيخ 39، خريب قوازم 41، البروج 44، بنكرير 43، يوسفية 45، سيدي بنور 45، 35 بأسافي 36، خميس ولاد الحاج 43، سيدي بوعتمان قلعة سراغنا، عزيلة 26، مراكش 44، شيشاوة 44، الصويرة 33، أكادير في حدود 36 درجة، تارودان 46 درجة، أيتباها 39، بالفعل 34، 36 تريوين، 38 ورزات بجنوب الأطلس الكبير، قلميمة 37، تنغير 34، الرشيدية 36، قرامة والريش 34، ميدلتا 32، أوتات الحاج وميسور 35، معتركة 33، تندرارة 32، بارفة 33، فيقيق وعين الشاعر 36، بوعنان بودنيب 37، رشيدية 36، كلميمة 37، أرفو 39، مرزوق 40، تزارين 38، نيف 38، زاقور 40، محمد الغزلان 41، تزناخت 35، خمسة 40، تيسن 42، تاتا 40، أقا 42، أش 43 درجة، تيزنيت 38، سيدي فنيت 29، قلميم 43، أصا 45، زاق 44، البويرات 44، مسيد 44، طنطان 36، أبطح 42، بأخنير 30، طرفاية 28، أجديرية 45، بالمناطق البلاد ديالنا الجنوبية سمارة 46، أو العيون 37، بكرة 45، مسيد 27، بوجدور 27، وبجريفية والداخلة ب 37 جريفية و24 بمدينة الداخلة. إذا هذه الأجواء الحارة مازال متواصلة خلال يوم الثلاثاء على العديد من المناطق والسهول الغربية الداخلية ومناطق الجنوب الشرقي. تستمر هذه الموجات الحر كذلك خلال يوم الأربعاء وحتى إلى يوم الخميس. ربما يوم الجمعة تتراجع إن شاء الله ببعض الدرجات على مجموعة من المناطق والسهول الغربية، يبقى إن شاء الله تراجع طفيف خلال يوم الجمعة، ثم يوم السبت إن شاء الله تستمر في التراجع درجات الحرارة لتعتدل إن شاء الله ابتداء من يوم السبت على العديد من المناطق. إذا ابتداء من يوم السبت تعتدل درجات الحرارة وتعود لمعدلاتها
الموسمية وتختفي موجة الحر ابتداء إن شاء الله من السبت القادم. فيما يخص هبات الرياح، سرعة الرياح بالنسبة لمناطق البلاد ديالنا، هناك رياح شرقية جهة طنجة في الظهيرة، ثم في المساء تنشط بعض الرياح على الأطلس الكبير وعلى بعض مناطق الصويرة آسفي وجهة بعض مناطق الأطلس الصغير. شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم.